الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى طبعا معانا محشي النهارده بقى مشكل حاجه كده عسل. هو كوسه وفلفل بس، يعني كنت عايزه برنجان بس ما عنديش ومش لاقي حد يجيب لي. طبعا هنا معايا دوت كيس شوربه. طبعا عشان الفرخه عندي مشويه هوريها لكم في الفرن اهي. دي كيس الشوربه بقى هنغليها على النار ونعقد بيه للمحشي. والمحشي بتاعنا هنعمله في الصينيه وهندخله فرن البوتاجاز. بس انا حاطه الفرخه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده بتتشوي. الفراخ دي انا متبلاها وعينها جاهزه كده متبله في الاكياس، وحطها فين؟ في الفريزر. وقت ما بعوز اطلع فرخه بقى بطلعها على بيات بره، بره الفريزر على الرخام عشان تفك معايا، لانها طبعا متلجه وهي متبله وعليها كل حاجتها. فاقوم بقى مطلعاها من الكيس ورصها كده في الصينيه ومدخلها الفرن زي ما انتم شايفين. وبعمل لها بقى حته فحمه لما بتطلع من الفرن بتبقى حاجه بقى عسل. كل الفراخ اللي هي المتبله ديت اما بتقعد في التتبيله ان شاء الله تقعد عندك كام شهر في الفريزر، ما تقلقيش منها، ده بتزيد حلاوه بالعكس والله. اللهم صل على النبي. بقى انا كده بعمل التسبيكه بتاعه المحشي، وهنجيب بقى الكوسه نغسلها ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا يا حبيبي. انا هنا كده البصله معايا شوفي الثوم المهروس دوت، الثوم المتفرز ومحطوط في الفريزر دوت عسل سهل خالص خالص. هنجيب بقى الملح والسكر والبهارات بتاعتنا ونضيفها بقى على التسبيكه ونهدى عليها ونسيبها لما تتسبك، ونغسل الرز ونعمله عليها بقى مع الشبت بتاعنا والكزبره. زي ما انتم شايفين معايا سكر، شايفين السكر غامق شويه عن الملح. السكر دوت بتاع تموين فعشان كده بيبقى غامق شويه. ومعايا الملح ومعايا فلفل اسود ومعايا بهارات مشكله، يعني تعتبر السبع بهارات ولا 10 بهارات، هي كتيره يعني صراحه. هننزل بقى عليها كده بس، هنوطي عليها النار ونسيبها لما تتسبك بقى مع بعضها كده، وبعدين ننزل عليها بالرز والخضر. طبعا انا حطيت الثوم وحطيت البهارات وزي ما انتم شايفين كده. يلا يا حبيبي. السر بقى هنا في البصلايه اللي انتم شايفينها دي اهي. البصلايه دي بس مش عارفه بقى الحله ضيقه، ممكن احتمال ان انا انقل الخلطه بتاعتي ديت في طبق بقى بلاستيك، بس نقلبها شويه على النار وننزل بقى عليها بالخضره. مش هحط الخضره الا لما انقلها من على النار عشان الخضره مش تسود معايا. الخضره بقى اللي هي الشبت والكزبره انا كده حاطه الملح، وكمان دقت الملح لقيته مظبوط، وحطيت الكمون معاكم وحطيت كل حاجه والسكر وكل حاجه. بحب بقى اما احط الرز كده في التسبيكه احب اشوحه شويه على النار. لو الرز بقى فيه ميه بينشف كده معايا ويبقى طعمه حلو. ما تجيش تحشي الرز كده تلاقيه ملان ميه كده وبينغ ميه. هو كده معايا خلاص مية مية اهو. ولون الطماطم جميل، شايفين كل ما بقرب الكاميرا اللون جميل خالص، لان الطماطم حمرا يعني حمرا ولونها حلو. وفي نفس الوقت انا لما اجي بسويها بحط معاها فلفل احمر بطبخه معاها على البوتاجاز، فبيبقى عسل الطماطم لون جميل يعني. هي كده معايا خلصت اهي. يلا بقى نتنقل على الرخامه نشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا حبايبي جبت طبق معايا بقى اهوت عشان ننقل الرز، لان طبعا الحله ضيقه مش هعرف اقلب الخضر. شوفوا الحله صغيره يا دوب، بس هي كانت على قد التسبيك بس. الجيش بيقول لك اتصرف ولازم نتصرف. انا غاسله الخضره ديت من الصبح بدري وحطها في المصفى كده زي ما انتم شايفين عشان تصفي الميه اللي فيها. دي ربطه خضره كبيره بس كده كده مش عاد ناقصنا اي حاجه. هنفرش بقى الصينيه مع بعض ونشتغل في المحشي بتاعنا. مش عايزه بقى الهدمه بتاعه المطبخ دي، كنت بمسك الحله بس عشان صوت. شوفوا بقى اما بتحط الخضره على الرز بعد ما بتنقلها من على النار بتلاقي لونها جميل وما بتخضر، ما بتسمرش وتبقى معاكي زي الفل. شوفي لون الخلطه جميل ازاي. عايزه تحطي شويه شطه ناعمين حطي، يعني براحتك اللي انت عايزه تحطيه. بس انا عشان معايا هنا شطه قرون حاميه هتشوفوها برده معايا، فعشان كده بقى مش عايزه اقرب لكم شويه بس عشان ما نبقاش حاجه بعيده عليكم ولا حاجه.
دوت شويه كده حشياهم من الحشوه بتاعت الكوسه، من القلب بتاع الكوسه هنا كده. معايا طبعا طماطم ومعايا بصل. نسيت احط شويه خضره ارصهم هنا كده، بتبقى برضو جميله وحلوه، بس ما نسيت بقى. هنطلع بقى الفراخ بتاعتنا من الفرن لما تستوي، واللهم صل على النبي. ونقوم ايه حاطين اسمه ايه دي يا ولاد؟ قولوا معايا، الكوسه دي والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غسلاها في الحوض، غسلاها يعني قلت لكم 5 مرات مش تصدقوني. ورجعت تاني حطيتها في الطبق، لان الكوسه بيبقى فيها رمله، لان الطبق بتبقى جايه من ارض رمله، فبيبقى فيها رمله كتير يعني. ف وبغسلها والله قبل التقوير كمان. ما تمليش الكوسايه قوي عشان تستوي معاكي كده 3/4 بس كده، ما تبقاش مسحومه بالكوسه. معلش يا جماعه الدواعي، ما تبقاش مسحومه بالرز يعني. ومعايا برضو الفلفل نفس النظام. وطبعا عشان الفرخه عندي بقى مشويه، معايا شطه اهي، عشان كده ما رضيتش احط شطه ناعمه. هنحشيها برضو كده من الرز، بتدي بقى حراره طبعا في قلب الصينيه، وتخلي المحشي كله حامي يعني. اهم حاجه ما تسيبيش حبايه رز على المحشي من بره. شوفوا تخلي الكوسايه كده او ما يعليش اي رزايه. انا مش هعمل معاكم كتير طول الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لا انا هعمل ايه كام واحده بس كده معاكم، واما اخلص هرجع لكم تاني. اسهل من محشي الكرنب والله. عندي كده اعبي لي 10 15 كيلو شويه من الكوسه كده وانا واقفه، والفلفل، وما اقعدش اعمل كرنب وانا قاعده. نايمها كده في الصينيه عادي، ما بجراش لها حاجه. وهنغلي الشوربه على البوتاجاز ونسقيها، ونديها غلوتين برضه على البوتاجاز. انا معاكم خطوه وخطوه. لازم الصينيه تغليها على البوتاجاز شويه، وبعد كده تدخلها الفرن بقى. لما تستوي معاكي خالص في الفرن وتعرفي ان هي استوت، هتولعي الشوايه بقى من فوق وتديها لون بقى، تحمري الوش بتاعها، وخلاص على كده. احلى شويه كوسه بقى في الفرن عسل. من زمان مش عملت محشي، بقالي حوالي اسبوع ما عملتش محشي. اخر مره كنت عامله محشي كرنب من ايامها ما عملتش. مين؟ محمود مسافر يا ياسين. عمو محمود مسافر. ها؟ والله ما انا عارفه، هو يكون مسافر. انت عايز منه ايه؟ ايه؟ طب تعالى قول للناس حطوا لايك. طب تعالى قول للناس حطوا لايك. يلا. انا باخد كده محشايه مع كوسايه. ايه ده؟ لا حط الستاره. لا يا ياسون، هاتهم يا بابا. علقهم مكانه عشان هنجيب الستاره ونربطها بالحاجه دي. ها؟ عشان الستاره بتتربط بيهم. يلا قول للناس حط لايك، هما سامعينك. اوعى اوعى تعمل حاجه وحشه، عيب. تعالى حط لهم، قول لهم حطوا اللايك. هات يا ياسين بتاعت الستاره. ياسين. حكيت بس من ياسين الحاجه بتاعت الستاره. كنت بمشي ياسين. جريت وراه لغايه ما مش هيجيلي تاني. واخد الرباط كده، عامله له الستاره، اخده طالع يجري. دول 2 كوسه يا جماعه، دول 2 كيلو كوسه وكيلو فلفل.
كنت عايزه كيلو برنجان كمان عليهم. هو كان في برنجان والله، بس انا عملته قليته. كان جاي معاهم كيلو برنجان اللي هو الاسمر الصغنون ده، بس اللهم صل على النبي انا قليته. قلنا يلا بقى نخليها ايه كوسه وفلفل وخلاص. عامه انا مش بحب محشي البرنجان، انا بحب محشي الكوسه والفلفل. هفصل بقى معاكم الكاميرا لما ايه اخلص خالص وارجع لكم تاني. يلا يا حبايبي، متنسونيش بقى باللايكات اللايكات اللايكات. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين معايا الشوربه سخنت اهي. هنعمل بقى ايه، وانا ايه حطيت المحشي زي ما انتم شايفين كده. حته لحمه عندي في الفريزر بقالها يطلع اسبوعين مستويه، كانت مستويه وفايضه من الاكل، فلما بردت رحت حطها في الفريزر. ما تكتريش شوربه او ميه للكوسه بالذات، لان الكوسه من الحاجات اللي يعني فيها ميه. بس احنا بقى كده هنسيبها لما تغلي خالص وتغلي معانا كده وتاخد وتدي بشكل ود. دي فحم بعمله للفرخه. هتغلي بقى مع بعضها خالص وتاخد وتدي كده، وبعدين ندخلها الفرن تكمل سواها بقى وتحمر وشها كده وتشمع. ولما اوريها معلش يا جماعه ظروف، لما تطلع من الفرن هوريها لكم. يلا يا حبايبي، هنا بقى زي ما انتم شايفين كده حطينا ايه، طلعت الفرخه كده من الفرن اتشوت، وحطيت معاها حتتين من الفحم. هنحط بقى نقطه زيت هنا ونقطه هنا، تكمري بقى الفراخ بتاعتك كده. يلا ايه رايكم بقى في الكوسه بتاعتنا؟ الكوسه بتاعتنا لازم اللي هي هتتعمل في الفرن لازم تغليها على البوتاجاز كده. شوف انا حطيت شوربه بسيطه، يعني كيس بسيط ما يجيش كيلو شوربه. وشوفوا لان الكوسه بتنزل ميه، فعشان كده بقول لكم ابقوا خلوا بالكم من الكوسه. طبعا انا ما حطيتش ملح عشان الكوسه متحيقه، الشوربه متحيقه وفيها ملحها وفيها حاجات كتير يعني. ما رضيتش بقى احط ملح ولا حاجه. وبعدين دقت الشوربه وهي بتغلي كده لقيتها مظبوطه والملح مظبوط. كمان شويه كده على النار، وبعد كده بقى هنشيلها وندخلها الفرن. يلا بينا حبايبي. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الغدا بتاعنا وخلاص، وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. ادي الفرخه بعد ما اتشوت وعملت لها فحم وطلعت من الفرن. وده طبعا صينيه الكوسه بتاعتنا والفلفل، حاجه كده عسل ما اقولكوش بقى. وطبعا سلطه ومخلل زيتون، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده بألف هنا للي يشوف وللي يدوق. ايه رأيكم بقى في محشي الكوسة؟ اتفضلوا معانا. ما دايما انا طبعا ما بحب اعمل الكوسة، دايما بفضلها اعملها في الفرن. بتبقى جميلة في الفرن كده واخدة طعم الفرن وبتبقى في منتهى الجمال. اهي زي ما انتم شايفين كده حبيبي. يلا حبايبي بقى، ما تنسونيش بكومنتاتكم الجميلة وتعليقاتكم ولايكاتكم وكل حاجة حلوة منكم حبايبي. تسلموا لي، بحبكم في الله ومع ألف سلامة.